بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم على قناه صحبه الكروشيه مع سلوى ماما. معاكم سلوى الفحام. النهارده ان شاء الله جايبه لكم فكره جميله جدا، وهي فكره ديكور للبيت هنعلقه. عباره عن سي دي، وبعمل كفر ليه عباره عن شكل دايره، وبثبت عليها الورده الجميله ديت وورقتين شجر او ثلاثه زي ما تحبي. اتمنى ان شاء الله الفكره تكون جميله وتعجبكم باذن الله. كل اللي هنحتاجه عشان نعمل الشكل الجميل ده، هنحتاج سي دي طبعا تكون قديمه ملهاش استخدام عندنا في البيت. بالنسبة للخيوط اللي أنا هاستخدمها، الحقيقة استخدمت كذا نوع من الخيوط. الدايرة الأساسية دي أنا اشتغلت فيها بخيط ليزا ديفا، طبعا باللون اللي يريحك. الألوان دي طبعا احنا قلنا الاختيارات دي بتبقى تبع ذوقك. بالنسبة للوردة اشتغلتها بخيط اسمه خيط القادسية، ده خيط مصري، والحقيقة عجبني عشان خاطر هو لونه جنجاي، يعني شايفين اللون اللي أنا عملت منه الوردة، لون موف في أحمر. فالحقيقة شكله ظريف جدا ومميز، يعني ادى شكل حلو قوي للوردة. وبالنسبة كمان لورقة الشجر، أنا اشتغلتها بخيط إليزا ديفا برضو. وبالنسبة لورقة الشجر، الحقيقة أنا كنت عاملة لها فيديو مفصل يعني. هنزل لكم لينك الفيديو ده تحت الفيديو ده على طول عشان خاطر تستفيدوا بيه، ونقدر نعمل ورقة الشجر دي بسهولة بإذن الله. هنحتاج كمان، أنا بالنسبة لخيط إليزا بشتغله بإبرة رقم 2.5. بالنسبة لخيط القادسية ده رفيع شوية، فأنا هشتغله بخيط رقم سوري، هشتغله بإبرة رقم 2 ملم. هنحتاج علامات، اي علامات متاحة عندك عشان خاطر نعلم دايما اول سطر في الغرز، وهنعرف اهمية الموضوع ده واحنا شغالين الوردة ان شاء الله. وهنحتاج طبعا مقص وابرة قنفاع عشان خاطر ننضف الخيوط اللي هتبقى من خلف الشغل. اتمنى ان شاء الله يكون الشكل عجبكم، ويكون الفيديو هيبقى واضح بالنسبة لكم باذن الله. ونبدأ نشوف، هنبدأ بالوردة ونشوف هتتعمل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ الاول ونعمل الوردة نشوف بتتعمل ازاي. هنبدأ الاول نعمل دايرة سحرية بالشكل ده. دخل الابره بتاعتي جوه الدايره بالشكل ده، واسحب الخيط وابدا شغل على طول جوه الدايره. اوكي، هنشتغل ايه دلوقتي؟ هشتغل 3 سلسله وهعتبرهم اول عمود. 1 2 3. اوكي، هبتدي اشتغل جنب الثلاث سلاسل دول اللي احنا اعتبرناهم عمود، هنشتغل كمان 11 عمود، يعني في النهايه هيبقوا 12 عمود. 1 2 3 4. نكمل. تمام كده، نقفل السطر، نشد طرف الدايره كده بالشكل ده عشان نقفل على الغرز اللي احنا اشتغلناها. وبعدين احنا مش هنقفل السطر دوت، احنا اتفقنا ان احنا هنشتغل بشكل حلزوني. حلزوني يعني السطور هتبقى ورا بعضها. اوكي، فانا دلوقتي هبدا السطر التاني على طول. هبداه ازاي؟ طبعا احنا عارفين في الدايره السطر التاني بشتغل فوق كل غرزه غرزتين، يعني بعمل تزايد. اوكي، بس انا في ملاحظه هنا عايزه اقولها لكم، ان انا مش هشتغل في الغرزه نفسها في اللفتين كده، مش هدخل في اللفتين كده واشتغل. لا، انا هشتغل في اللفه الخلفيه بس. زي ما احنا شايفين كده، كل غرزه ليها لفه اماميه ولفه خلفيه. انا هشتغل في اللفه الخلفيه دي. اوكي، فانا هبدا كده، هشتغل فوق اول غرزه في اللفه الخلفيه هشتغل عمودين بالشكل ده. ادي 1، وهعلمها طبعا لان دي هتبقى بدايه السطر التاني، لازم نعلمها لان احنا بنعمل سطور بشكل حلزوني، فمش هبقى عارفه البدايه فين والنهايه فين. ادي كده اول عمود، وفي نفس المكان هشتغل العمود التاني عشان احنا اتفقنا هنعمل تزايد فوق كل غرزه، هنعمل عمودين. العمود التاني هشتغل فوقيه تزايد، يعني هعمل عمودين في اللفة الخلفية. 1 2. الغرزة التالتة في اللفة الخلفية اعمل تزايد، يعني اعمل عمودين. 1 2. الغرزة التالتة اهو، ادي اللفة الامامية وادي اللفة الخلفية. انا بشتغل هنا في اللفة الخلفية دي. اوكي اهو، هشتغل عمودين. 1 وهكذا السطر كله فوق كل غرزة هنشتغل عمودين. تمام، وكلها في اللفة الخلفية. اوكي تمام كده، خلصنا السطر رقم 2. هنبقى في السطر رقم 3، هشيل العلامة بتاعتي. تمام، نبدأ على طول في السطر رقم 3. احنا كنا شغالين السطر التاني
تزايد فوق كل غرزة بعمل غرزتين. السطر رقم 3 هنشتغل ازاي؟ هنشتغل عمود واعلم عشان دي اول غرزة في السطر الجديد. تمام. وبعديه هشتغل في الغرزة اللي بعديه تزايد، يعني هعمل عمودين، 1 2. تاني هشتغل عمود، بعدين هشتغل تزايد يعني هعمل 2 عمود، 1 2. يبقى السطر التالت كله هنشتغله بالشكل ده، هنعمل فوق غرزة عمود، واللي بعدها هعمل تزايد يعني هعمل 2 عمود، 1. وكل ده يا جماعة في اللفة الخلفية للغرزة. اوكي، نكمل السطر رقم 3. السطر رقم 4 هشيل الماركر بتاعي وهبدأ السطر رقم 4. هشتغل ايه؟ هشتغل عمود عمود وبعدين اعمل تزايد. اوكي، نبدأ كده في اللفة الخلفية برضو. ادي اول عمود واعلمه، تمام، وجنبيه كمان هشتغل عمود وبعدين هعمل تزايد. تاني نشتغل عمود وجنبيه كمان عمود، بعدين العمود الجاي ده هشتغل فوقيه تزايد يعني هعمل 2 عمود، 1 2 بالشكل ده يا جماعة. اوكي، يبقى نكمل السطر رقم 3 كله. سوري، السطر رقم 4 هنشتغل عمودين جنب بعض، وفي العمود رقم 3 هنشتغل تزايد يعني هنعمل 2 عمود. تمام كده السطر رقم 4. السطر رقم 5 هنعمل ايه؟ هنشتغل 3 عمود جنب بعض في اللفة الخلفية برضو بالشكل ده، 1 واعلمه عشان ده اول عمود في السطر الجديد. تمام، احنا اتفقنا نشتغل 3 عواميد جنب بعض، عملنا 1 وادي كده 2 3. اوكي، وبعدين فوق العمود اللي جاي ده هنعمل تزايد يعني هنعمل 2 عمود، 1 2. تمام، تاني نكرر تاني، هنشتغل 3 عواميد جنب بعض، 1 2 3. وبعدين هعمل تزايد يعني هعمل 2 عمود في نفس المكان، 1 2. يبقى ده كده شكل السطر رقم 5. اوكي، نكمله. تمام كده خلصت السطر رقم 5. بس قبل النهاية بأربع غرز هستبدل العواميد بالآتي، يعني هعمل دلوقتي غرزتين كده برضو في اللفة الخلفية عادي، هعمل نص عمود، غرزتين نص عمود، وبعدين غرزة حشو، وبعدين غرزة منزلقة. وده بس عشان شكل الدايرة يقفل يبقى نوعا ما شكلها مظبوط. اوكي، خلاص انا هشيل الماركر مش محتاجاه تاني. هعمل سلسلة واقص الخيط واسحبه كده. تمام كده الدايرة بتاعتي اوكي، يعني نوعا ما بقت شكلها مقفول بشكل مقبول نوعا ما. شايفين بقى كده اللفات الاماميه كلها كده باينه اهي، ودي اللي انا هشتغل فيها دلوقتي الاوراق بتاعه الورده ان شاء الله. اوكي، الاول بس الخيط اللي احنا قطعناه ده لازم نثبته من ورا من هنا عشان يبقى في امان، وكمان عشان اخفيه ورا الشغل. فانا لضمته في ابره القنفاه واجي كده من ورا الشغل وادخل الخيط بشويش بشكل عشوائي، بس المهم ما يبانش من الناحيه التانية بالشكل ده.
تمام كده. هقص بقى الزيادة، وهعمل كمان كده نفس الحكاية في خيط البداية دوت. اوكي، ونرجع نشوف ان شاء الله الاوراق هنبتدي نعملها ازاي. انا حابه بس اقول لكم ملاحظه هنا. الدايه دي هي اللي بتعتمد عليها حجم الورده، بمعنى ان انت لو عايزه الورده اكبر من كده شويه هتكبري الدايه دي بنفس التسلسل بتاع الدايه العادي، التزايد بتاع الدايه احنا قلنا قبل كده كذا مره. وهتمشي برضه في اللفه الخلفيه بتاعه الغرزه بالحجم اللي انت عايزه الورده تكون مطلوبه. يعني عايزاها اكبر من كده هتفضلي تكبري في الدايه دي، عايزاها اصغر اوكي هتكتفي بعدد معين من السطور، لان حجم الدايه هو اللي بيعتمد عليه حجم الورده اللي احنا هنشتغلها ان شاء الله. اوكي، فانا هنا عملتها 5 سطور، ده الحجم المناسب بالنسبه لي. وهنبدا نعمل بقى الاوراق. هنعمل ايه دلوقتي؟ نبتدي بقى نشتغل في اللفه الاماميه اللي احنا كنا سايبينها وما اشتغلناش فيها، اللفات الاماميه دي اللي هي باينه وظاهره دلوقتي. اوكي، فهدخل كده في اول لفه اماميه اهي، واسحب الخيط بتاعي. تمام، وابتدي اشتغل 3 سلسله وهعتبرهم اول عمود. 1 2 3. وهشتغل جنبيها في نفس اللفه الاماميه دي هشتغل عمودين كمان. 1 2. تمام، يبقى احنا اشتغلنا 3 سلسلة كأول عمود، وجنبيه عملنا 2 عمود كمان. اوكي، طيب اللفة الأمامية اللي بعدها على طول هبتدي اشتغل اهي باينة جدا، هنشتغل 3 عمود. اوكي، 1 1 2 3. اللفة الأمامية اللي بعد كده اللي بعدها على طول هنشتغل 3 عمود كمان. 1 2 3. بقى عندنا دلوقتي 9 عمود. اوكي، فوق 3 غرز، كل غرزة فوقيها 3 عمود. هنعمل ايه دلوقتي؟ هرتفع 3 سلسلة. 1 2 3، والف الشغل بتاعي، وهشتغل في نفس المكان اللي ارتفعت منه ده عمود كمان. اوكي، وفوق كل غرزة هنشتغل 2 عمود، او فوق كل عمود من السطر اللي قبل كده اللي هما 9 عواميد هنشتغل فوق كل عمود عمودين بالشكل ده. 1 2 1 2 يعني هيبقى عندي بالظبط كام عمود يا جماعة؟ 18 عمود، عشان انا كان عندي 9 هشتغل فوق كل عمود عمودين، فيبقى عندي 18 عمود في السطر التاني ده، السطر التاني من الورقة. اوكي، هنا 1 2. وفي اخر غرزة اللي هي السلسلة التالتة من اول 3 سلاسل بعتبرها عمود، منساهاش اعمل كمان فوقيها عمودين. وبعدين بقى بالشكل ده هرتفع سلسلة، هلف الشغل بتاعي، هبتدي اشتغل غرز حشو. فوق كل غرزة هشتغل غرزة حشو، فوق كل غرزة هشتغل غرزة حشو بالشكل ده. فوق كل غرزة او فوق كل عمود من ال 18 عمود بتوع السطر التاني للورقة اشتغل فوق كل عمود غرزة حشو، ونكمل لغاية ما نوصل هنا. تمام كده خلصت. هعمل ايه بقى؟ تعالوا نشوف كده هنا. هنسيب 3 غرز، 1 2 3 اهي. هنسيب 3 لفات اماميين، 1 2 3، وهنشتغل في 4 دي. اوكي، يبقى احنا دلوقتي هنعد 1 2 3 ونخش كده في اللفة الأمامية بتاعت الغرزة الرابعة ونعمل غرزة حشو، ونبتدي نكرر اللي عملناه في الورقة الأولى هنعمله في الورقة التانية اللي هو ايه. هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وهشتغل جنبها عمودين. 1 2. وبعدين اللفة اللي جنبها أو الغرزة اللي جنبها هشتغل 3 عمود. 1 2 3. اللفة اللي جنبها هشتغل 3 عمود. 1
2 3 بقى عندي 9 عمود. اوكي، هعمل ايه؟ هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، هلف الشغل بتاعي وابتدي اشتغل في نفس المكان اللي ارتفعت منه ده، اشتغل عمود، وفوق كل عمود من السطر الاول بتاع الورقة هشتغل فوقيها 2 عمود، 1 2، اكمل فوق كل عمود من الاعمدة دول، من ال9 عمود دول هشتغل عمودين. بقى عندي 18 عمود. اوكي، السطر رقم 3 بالنسبة للورقة، هرتفع سلسلة، هلف الشغل بتاعي وابتدي اشتغل غرزة حشو فوق كل غرزة بالشكل ده. فوق كل غرزة اعمل غرزة حشو. نكمل. تمام كده، خلصنا اخر غرزة حشو. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنسيب 3 لفات، 1 2 3، وفي الرابعة دي هنبتدي نعمل غرزة حشو بالشكل ده كده اهو. نعد 1 2 3، وفي الرابعة هنا 1 2 3، وفي الرابعة هنا اعمل غرزة حشو، وابدأ تاني الورقة رقم 3، هرتفع 3 سلسلة. اوكي، وابتدي اشتغل جنبها عمودين، وبعدين في الغرزة اللي جنبها هنشتغل 3 عمود، وهنا كمان 3 عمود. اوكي، ونطلع ب3 سلاسل ونرجع تاني على 9 أعمدة، نعمل فوق كل عمود عمودين، يعني هيبقوا 18، وبعدين نرتفع سلسلة ونرجع تاني بغرز حشو. اوكي، بعد ما نخلص الحكاية دي هنسيب 3 غرز. اوكي، 1 2 3، ونشتغل في التلاتة اللي بعدهم، وهكذا هنفضل ماشيين بقى بشكل حلزوني لغاية ما نوصل هنا. اوكي، السطر رقم 5 ده مش هنشتغل فوقيه حاجة، احنا هنسيبه، هنشتغل 4 سطور بس، 1 2 3 4، 1 2 3 4. اوكي، مش هنشتغل السطر رقم 5 ده عشان ده هنثبت من خلاله الوردة. اوكي، بعد ما نخلص الشغل بالشكل دوت هنلاقي الوردة بتاعتنا بقى شكلها كده اهي. شايفين قد ايه جميلة؟ وزي ما قلت لكم حجمها بيعتمد على حجم الدايره اللي احنا عاملينها هنا. شايفين حجم الدايره؟ لو كبرناها هنشتغل بالتالي اوراق اكتر، فبالتالي الورده هتكبر اكتر. اوكي كده تمام، احنا عملنا الورده. بالنسبه بقى لورق الشجر، الحقيقه ورقه الشجر دي انا كنت شرحتها قبل كده في فيديو منفصل، وان شاء الله هنزل لكم اللينك بتاعه تحت الفيديو ده على طول عشان نقدر نعملها ببساطه ان شاء الله. كده يبقى فاضل عندنا بس الاطار دوت اللي احنا هنثبت عليه الورده وورق الشجر، وهو سهل جدا. هو كله عباره عن دايره، يعني دايره بنعملها لغايه ما يبقى مقاسها مظبوط على السي دي اللي احنا هنثبت عليها الشغل ده. اوكي، فنعملها مع بعض كده. انا هشتغلها بخيط اليزا ديفا وابره مقاس 2.5. تمام. طيب هنعمل الاول كده دايره سحريه، بعدين هدخل الابره بتاعتي كده واسحب الخيط وابدا شغل جوه الدايره دي على طول. هنشتغل ايه دلوقتي؟ هنشتغل 3 سلسله. اوكي، 1 2 3، بس انا مش هعتبرها عمود، انا بس هتبقى يعني هتبقى مجرد ارتفاع فقط. اوكي، فانا دلوقتي هشتغل 12 عمود، 1 2 3، نكمل 12 عمود. تمام كده، نشد بقى طرف الصغير بتاع الدايرة ونقفل السطر الأول بغرزة منزلقة في أول عمود احنا اشتغلناه. اوكي بالشكل ده كده خلص السطر الأول. السطر التاني هرتفع 3 سلسلة، وفي نفس المكان اللي ارتفعت منه هشتغل عمودين، هعمل تزايد. الغرزة اللي بعديها هعمل برضه تزايد، يعني عمودين، وهكذا. يبقى السطر التاني كله هيبقى تزايد، فوق كل غرزة هشتغل عمودين. في نهاية السطر التاني هيبقى عندي كام عمود؟ هيبقى عندي 24 عمود. اوكي، نقفل السطر التاني بغرزة منزلقة في أول عمود احنا اشتغلناه، ونبدأ السطر التالت. هنرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وهنشتغل في نفس المكان اللي ارتفعنا منه عمود. الغرزة اللي بعد كده هنشتغل تزايد، يعني هنشتغل 2 عمود، 1 2. يبقى السطر التالت هنشتغله ازاي؟ هنشتغل عمود وبعدين هنعمل تزايد بالشكل ده. اوكي، في نهاية السطر التالت هيبقى عندي 36 عمود.
نقفل السطر التالت سوا زي ما اتفقنا، غرزة منزلقة في اول عمود احنا اشتغلناه. تمام. السطر الرابع هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وهشتغل عمودين، يعني في نفس المكان ده هشتغل عمود، والغرزة اللي جنبيها نشتغل فوقيها عمود، وبعدين ابتدي اعمل تزايد، يعني اعمل 2 عمود، 1 2. يبقى السطر الرابع هشتغله ازاي؟ هشتغله عمودين جنب بعض، 1 2، وبعدين اعمل تزايد، 1 تزايد، يعني عمودين في نفس الغرزة. اوكي. في نهاية السطر رقم 4 دول دون هنعد العواميد بتاعتنا، هنلاقيها 48 عمود. اوكي. نقفل بقى السطر الرابع سوا. السطر رقم 5 هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وهشتغل 3 عمود جنب بعض. هبدأ بالغرزة اللي انا ارتفعت منها، هعمل عمود، 1 2 3، وبعدين اعمل تزايد، يعني عمودين في نفس الغرزة. تاني هنشتغل 3 عمود جنب بعض، 1 2 3، وبعدين اعمل تزايد، 1 2. اوكي. في نهاية السطر رقم 5 هنعد العواميد بتاعتنا، هنلاقيها 60 عمود. اوكي. نقفل السطر رقم 5. السطر رقم 6 هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وهشتغل 4 عمود جنب بعض، وهبدأ بنفس المكان اللي ارتفعت منه. اشتغل 4 عمود، 1 2 3 4. اوكي. وبعدين في الغرزة الخامسة ديت هنبتدي نشتغل ايه؟ هنشتغل تزايد، 1 2. تاني يبقى السطر رقم 6 هنشتغل ازاي؟ هنشتغل 4 عمود جنب بعض، 1 2 3 4، وبعدين هعمل تزايد، غرزتين في نفس الغرزة او عمودين فوق نفس العمود. اوكي. يبقى ده كده السطر رقم 6. في نهايته هنعد العواميد بتاعتنا، هنلاقيها 72 عمود. السطر رقم 7 هرتفع 3 سلسلة، وهشتغل 5 عمود جنب بعض، 1 2 3 4 5، وبعدين اعمل تزايد، يعني 2 عمود في نفس الغرزة، 1 2. تاني نشتغل 5 عواميد جنب بعض، 1 2 3 4 5، وبعدين هعمل تزايد بالشكل ده كده. في نهاية السطر رقم 7 هنعد العواميد بتاعتنا، هنلاقيها 84 عمود. تمام. تمام كده خلصنا السطر رقم 7، بس محتاجين نقيس الأول الدايرة ديت إذا كانت كده مناسبة لمقاس السي دي اللي هنحط عليها الدايرة دي ولا لأ. أعتقد كده فاضل كمان سطر. تمام. يعني انت برضه هتقيسي كده، لان انت ممكن تشتغلي بخيط مختلف عن اللي انا شغاله بيه، فممكن عدد الاصل ده يختلف، يعني هتكتفي مثلا بتلاتة 4 5 حسب حجم او سمك الخيط اللي انت بتشتغلي بيه. فانا هنا محتاجه سطر كمان زي ما احنا شايفين كده، فهنشتغل السطر الثامن مع بعض. هنرتفع 3 سلسله، وهنشتغل 6 عمود جنب بعض، 1 2 3 4 5 6، وبعدين هعمل تزايد في الغرزه اللي جايه دي اللي هي رقم 7.
تاني نشتغل 6 عواميد جنب بعض. 1 2 3 4 5 6، وبعدين هعمل تزايد يعني عمودين فوق نفس العمود. يبقى ده كده السطر رقم 8. في نهاية السطر رقم 8 هيبقى عندي 96 عمود. تمام كده. السطر الثامن خلص، واعتقد المقاس كده مناسب. لو قسناها على السي دي هنلاقيها مقاسها مناسب جدا. وزي ما قلت لك انت هتشتغلي لو الخيط مختلف طبعا، فهتشتغلي لغايه ما يبقى حجم الدايره مناسب للسي دي اللي انت هتشتغلي عليها. اوكي. طيب فاضل بس اعمل سطر بغرزه الحشو العكسيه عشان يدي شكل جمالي للاطار الخارجي. فهنعمله ازاي؟ هنشوف مع بعض. هنرتفع سلسله. انا هنا ارتفعت سلسله. اوكي. وابتدي ادخل كده في العمود اللي قبليها واسحب الخيط واعمل غرزة حشو. تمام. تاني ادخل كده في العمود اللي قبليها واسحب الخيط واعمل غرزة حشو. نعملها تاني مع بعض. ادخل كده هسحب الخيط واعمل غرزة الحشو بتاعتي بالشكل ده. كل عمود ندخل كده بالإبرة ونسحب الخيط، يبقى عندي لفتين، هلف الخيط واسحبه من اللفتين بالشكل ده. شايفين قد ايه شكلها بيبقى جميل؟ تاني ادخل كده اسحب الخيط، هيبقى عندي لفتين، هلف الخيط واسحبه من اللفتين. ان شاء الله تكون واضحه وبسيطه. هي اسمها غرزه حشو عكسيه لان احنا بنمشي عكس الاتجاه، بدل ما بمشي المفروض امشي كده فبمشي كده، بس بتدي شكل جميل جدا وبيبقى شكلها ظريف في اي اطار انت عايزه تعمليه لاي شغل معاكي. اكمل بقى السطر الحرف كله ونرجع نقفل مع بعض سوا هنا. تمام كده خلصنا السطر الاخير اللي هو غرزه الحشو العكسيه. شايفين قد ايه شكلها جميل؟ فاضل بقى حاجه صغيره جدا اللي هي هنعمل بس المكان اللي احنا هنعلق منه الشكل بتاعنا. اوكي. هنعمل عقدة بداية. تمام. وهعمل 10 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي. وهقفل بمنزلقة في اول سلسلة انا عملتها بالشكل ده كده. تمام. طيب هعمل في كل سلسلة 2 غرزة حشو. هبدأ هنا واعمل غرزتين حشو. 1 2. الغرزة اللي بعدها 1 2. كل سلسلة هشتغل فيها 2 غرزة حشو بالشكل ده. اتنين غرزة حشو في كل سلسلة. فاضل اخر سلسلة. 1 2. وهقفل بمنزلقة في اول غرزة حشو احنا عملناها بالشكل ده، واعمل سلسلة واقص الخيط واسحبه. تمام كده ببساطة شديدة. يبقى بس مكان عشان خاطر نعلق من خلاله الشكل بتاعنا. اوكي. نبدأ بقى الأول نثبت الوردة والشجرة على الشكل الدائري بتاعنا قبل ما نثبتها على السي دي عشان تبقى سهلة علينا. طبعا انت ممكن تثبتيها بأي طريقة انت عايزاها، ممكن بمسدس الشمع، ممكن بالخيط والإبرة العاديين، وده الحقيقة اللي أنا بفضله. اوكي. عشان بس أقدر أتحكم في شكلها هيبقى عامل ازاي. فأنا مثلا هحطها كده. تمام. وهجيب ورقة الشجر ونحطها هنا، وورقة الشجرة التانية نحطها هنا كده مثلا.
بالشكل ده. تمام. هبقى بس محتاجة اثبت ورقتين الشجر دول في المكان بتاعهم. يعني لو افترضنا هتبقى كده، هثبتها بس هنا كده بدبوس. وكمان ورقة الشجر التانية. تمام. وبعدين الوردة بتاعتنا انا شبكت الخيط اللي كنا سايبينه طبعا في الاخر، شبكته في الابرة. وهنثبت زي ما قلت لكم، احنا هنا سايبين آه هنا سايبين السطر رقم 5 من الدايرة، ما اشتغلناش عليه حاجة زي ما اتفقنا عشان خاطر نثبت من خلاله الوردة. فهنثبت ازاي؟ اهو هنحطها كده بالشكل ده. تمام. طيب هنثبت ازاي؟ هنشوف مع بعض. احنا فين الخيط بتاعنا بدايته؟ اهو. هنبتدي ننزل كده غرزة غرزة برضو. تمام. هحاول اوضح لكم الصورة. بعدين هنطلع هنا كده في الغرزة اللي بعدها، وهنا كده يعني كأني بعمل سراجة عادية خالص بالشكل ده. وزي ما متفقين دايما ما نشدش الخيط بتاعنا واحنا بنثبت عشان بس الشكل ما يختلفش. هنيجي هنا هناخد معانا الورق الاخضر كمان نثبته من خلال الخيط ده كده. كل غرزة هدخل كده. تمام. بعدين الغرزة اللي بعدها بالشكل ده. اتمنى تكون واضحة. عشان كده احنا سيبنا السطر رقم 5 ما اشتغلناش فيه عشان التثبيت يكون سهل. حابة تشتغليه وتثبتي الوردة بمسدس الشمع مفيش مشكلة خالص. بس زي ما قلت لك انا بفضل الخيط دايما في التثبيت عشان بس ايه اقدر اتحكم في الوضع بيبقى شكله ازاي. احنا كده ثبتنا كمان الورق الاخضر معانا واحنا شغالين اهو. بيتثبت معانا لاني باخده معايا اهو تحت الشغل. كل غرزة كده بعمل فيها صاجة عادية جدا بالشكل ده. بيبقى بالشكل ده التثبيت، شايفين؟ سهل وبسيط جدا. هكمل بقى انا بقية الجزء ده كله كده حوالين الدايرة اللي احنا عاملينها لغاية ما اوصل للبداية تاني. تمام. تمام كده انا ثبتها كلها. هاجي بقى من خلف الشغل كده اثبت الخيط ده بالشكل ده. ممكن امشي كمان تحت الشغل كده شوية عشان بس يتثبت معايا. هو طبعا لون مخالف بس هو مش هيبان لان هو يبقى تحت. تمام كده. شايفين قد ايه شكلها جميل كده؟ بقى هشيل الدبابيس خلاص. ورق الشجر اتثبت معايا وانا بثبت الوردة. حابه تثبتيه شويه هنا كده بخيط برضه اوكي، او بنقطه مسدس شمع مفيش مشكله. عايزه تسيبيه كده بيدي شكل طبيعي اكتر بيبقى حلو. هنحضر بقى مسدس الشمع بتاعنا ونبدا نلزقها على السي دي بالشكل ده كده. اوكي. بس طبعا ما ننساش نلزق كمان المكان اللي هنعلق بيه الشكل بتاعنا. فهنحضر مسدس الشمع بتاعنا. اوكي. وهبدأ الاول ألزق الشكل بتاعنا اللي هنعلق منه كده بالشكل ده. تمام. وبعد كده
ابتدي احط الشكل بتاعنا، الوردة بتاعتنا. شوف انا عايزة احطها ازاي بالشكل اللي يريحك كده، كويسة مناسبة تمام. وبعدين هبدأ بشويش كده، ابدأ بشويش، اتني بس الشغل كده بشويش، وابتدي احط جزء من مسدس الشمع، بعدين اضغط عليها بشويش خالص كده من غير ما اشدها عشان بس شكلها ما يختلفش. اوكي، اظبطها. هنا كمان اتني الشغل كده بشويش، واحط مسدس الشمع وبشويش خالص اضغط عليها بالشكل ده تمام. هنا كمان واضغط عليها. طبعا لو في زيادات بشيلها. وبعدين هنا احاول اثبتها كويس، احط هنا نقطة وهنا كمان، وبشويش اضغط عليها كده. وليه بقول بشويش؟ عشان بس ما شدهاش فشكلها يبقى مختلف. اوكي، بالشكل ده يعني اعتقد كده اتثبتت. ممكن كمان هنا بالشكل ده كده. شايفين قد ايه جميلة؟ وكده خلص الشكل بتاعنا. شكلها جميل جدا جدا، افكار بسيطه لكن الحقيقه بتبقى شكلها ظريف لو استخدمناها كديكور للبيت. اتمنى ان شاء الله انها تكون عجبتكم، واتمنى كمان الفيديو يكون عجبكم ويكون شرحي ليه موفق ان شاء الله. شكرا، ونتقابل دايما على خير في فيديوهات جايه كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.